انا يا حبايب قلبي، هو كان عنده امتحان، حتى عنده امتحان رسم. لو حد من صحابه او حد سامعنا يقول ان سمك او عارف بجد اللي عليه امتحان وكده، راح عشان يستأذن المدير مرضاش. قال له انت عندكم في المد يعني في بتاع الحصه السادسه يا قصي، عنده امتحان في الحصه السادسه ومعاكم قصي يا حبايب قلبي. مكسوف ليا يا قصي، فدعوكم لقصي، ربنا يشفيه ويشفي اخواتكم وولادكم والمسلمين، ما تشوفوش فيهم حاجه وحشه يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لأن أنا هتأخر، راح لسه الجامعة يا حبايبي. دعواكم ربنا وقفنا ولاد الحلال يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه إخواتي في كل مكان، وعلى آله وأصحابه أجمعين. صباح الفل وصباح الخير وصباح الرضا يا حبايب قلبي. انا جيت معاكم النهارده في فيديو لا حول ولا قوة الا بالله. سبحوا كتير واستغفروا، ربنا يغفر لنا ولكم يا رب، وصلوا على الحبيب قلبكم يطيب ان شاء الله. يا حبايب قلبي، انا رايحه دلوقتي الجامعه عشان ابني كان مكسور، وانا كنت بكشف على شيماء بنتي، فهو بقى الوقت بيقول له 21 يوم، فكان ادوني كارت متابعه، فهنشوف الجبس بتاعه هيفك ولا يعملوه تاني، الله اعلم. فدعواكم من القصي والشيماء، والله العظيم شيماء بنتي كانت بتموت مني الساعة 11 بالليل، ورحت كشفت عليها الحمد لله، وربنا يشفيها ويشفي كل مريض. اقسم بالله يا حبايبي انا ما عدتش عارفه في ايه بالظبط. دعواكم واللي عنده اي حاجه يدلني اعمل ايه يقول لي، بالله عليكم بالله عليكم. كل حاجه بأمر ربنا، كل حاجه بقضاء ربنا، بس انا محتاجه دعواكم، محتاجه دعواكم. اقسم بالله بنت خدت كميه علاج لا حول بها ولا قوة، والحمد لله ربنا لطف بابني، وهنفك الجبس او هيكشفوا عليه شوف هيقولوا له ايه وكده. ربنا يطمنا يا حبايب قلبي.